ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير. وحشتوني جدا. النهارده هتكلم معاكم على اغنيه محمد حماقي الجديده، اغنيه دلعنا كتير لسه نازله كده بقالها حبه حلوين. يلا بينا. اغنيه محمد حماقي الجديده اغنيه دلعنا كتير، وقلت اطلع اتكلم عليها معاكم واقول لكم رايي فيها. الاغنيه من كلمات ايمن بهجت قمر، ومن الحان محمد حماقي، ومن توزيع تميم. الاغنيه بالنسبه لي هي من الاغاني المفضله جدا ليا، هتبقى في الفتره اللي جايه. من الاغاني اللي كان رتمها لذيذ جدا، وكانت من الحاجات الفاني جدا على محمد حماقي. مبسوط جدا بتعاون ايمن بهجت قمر مع حماقي في الاغنيه. كان بقالهم كتير جدا ما تعاونوش مع بعض من اول البوم يا فاتني، من ساعه الالبوم ده يا جماعه، ومفيش ما بينهم اي شغل خالص. تقريبا كان في خلاف ما بينهم في الاذواق، ممكن يكون مثلا ايمن بيعرض شغل على حماقي، وممكن يكون ما كانش مناسب ليه، او شايف ان ده ما كانش احسن حاجه يقدر ان هو يغنيها، او مش ده اللي هو يبقى حابب ان هو يغنيه. فهو كان اتفاق كان غريب، او كان خلاف بسيط جدا، بس الحمد لله تقريبا هو اتحل. وانا مبسوط جدا ان ايمن بهجت قمر عامل اغنيه لحماقي. انا شايف ان دي حاجه كويسه قوي. يا ريت دايما ان هم يتعاونوا مع بعض ويعملوا شغل كتير. حماقي من المطربين اللي تستاهل الاصوات الجميله جدا عندنا في الوسط الفني، وانا بحبه جدا. شايف ان هو من الفنانين التقال جدا عندنا في مصر. بالنسبه لي الاغنيه ككلمات، كانت كلماتها قويه جدا. شايف ان هي من الكلمات اللي كانت مميزه قوي. شايف ان ايمن بهجت قمر راجع مع محمد حماقي بقوه. الاغاني اللي هتعلم في الالبوم وهتشوفوا كلامي دوت بعد كده. وهي الاغنيه تقريبا هي من ضمن الاغاني بتاعه الالبوم. حماقي كل اسبوع بينزل اغنيه جديده، فتقريبا كده الموضوع تقريبا هيمشي على البوم كل فتره ينزل منه اغنيه، او كل اسبوع تقريبا بالظبط. حاجه بالنسبه لي كانت مفاجاه كبيره جدا من محمد حماقي، وبجد كانت صادمني فيها ان انا ما كنتش عارف اصلا ان في البوم. كل الاغاني اللي كانت بتنزل الفتره اللي فاتت كنت بتكلم عليها معاكم على اساس ان هي اغاني سنجلات مثلا، او اغنيه نازله سنجل في سنجل، او هو عاوز يثبت ان هو موجود. بنزل بشغلي يعني، انا برضو تقيل، فانا كنت فاكر ان هي ماشيه كده، هو البوم بس بينزل على فترات، اغنيه في اغنيه. فدي برضو حاجه كويسه جدا من حماقي. الاغنيه كانت من الحان محمد حماقي، ومحمد حماقي هو ملحن شاطر جدا، وبشوف ان هو ملحن موهوب، ودايما بيعمل الحان لنفسه بتبقى ممتازه. الالحان اللي كانت علمت معايا جدا، وكانت التيمه اللحنيه هو عاملها بطريقه صايعه قوي. شايف ان هي طريقتها كانت برضو معموله بشياكه، فكان اللحن كان معمول بالنسبه لي بطريقه حلوه قوي، وكمان كان بسيطني جدا في الاغنيه، وخليني انا عايز اسمع الاغنيه على طول. وبجد ما كنتش حاسس بملل، او ما كنتش بتضايق انا بسمع الاغنيه. ولو جيتوا سالتوني انت ممكن يا مؤمن تسمع الاغنيه دي الفتره اللي جايه ولا لا، اكيد هسمعها الفتره اللي جايه بشكل كبير. بالنسبه لي التوزيع تميم انا بحبه جدا، وهو موزع ممتاز، ودايما شغله بيبقى عالي، وهو موزع تقيل. الفتره الاخيره كل تركيزه او شغله مع حماقي ان هو يكون معاه موزع قوي بحجم تميم، والموزع الكبير تومه، موزعين من العيار التقيل. فشايف ان هو كان عامل له توزيع بطريقه كانت عجباني، بس ما كانش من الافضليه، ما كانش من احسن الحاجات اللي انا كنت سمعتها. شايف ان التوزيع كان ممكن يطلع افضل على اغنيه زي دي، لقد ما التوزيع ممكن يكون خيب ظني شويه، بس برده كان حلو وكان متعوب عليه. يعني شايف ان كان في شغل مزيكا جامد جدا كعاده اغاني حماقي. فالتوزيع بالنسبه لي كان قوي قوي، بالنسبه لي كان من ضمن العناصر المهمه جدا في الاغنيه من حيث التطور. انما التوزيع كان ممكن يطلع اقوى وافضل من كده بكتير. ان انا متعود دايما من حماقي على شغل دايما قوي، ودايما بينزل اغاني بتبقى بوم، ممكن تبقى هيت الالبوم كمان. الكلمات كانت معموله بشكل ممتاز جدا من ايمن بهجت قمر. هو شاعر موهوب وراجل ليه تقله بكلمات جامده جدا. كمان هو حط التاتش بتاعه باللحن اللي عمله على الاغنيه. التوزيع كان من العناصر المهمه جدا برده بالنسبه لي. انا شايف ان الاغنيه كلها كانت تركيبه على بعض، كانت تركيبه حلوه، واتمنى ان هي تتكرر كتير وتتسمع الفتره اللي جايه كتير. وشايف ان هي كانت من الاغاني المفاجاه، حماقي عامل فيها شغل حلو. كمان الريتم بتاعها لايق على حماقي جدا، وحماقي من الناس اللي بتطور دايما في شكل المزيكا. كنت مبسوط جدا من تجربه زي دي، ودايما بيعمل شغل مختلف. هي بشكل عام كانت اقوى حاجه فيها كانت الكلمات والالحان، والتوزيع كان معمول بشكل كويس من تميم. قولوا رايكم في الكومنتات تحت، عايز اعرف كل رايكم، وهي كانت عاجباكم ولا ما كانتش قد كده، وشايفين ان دي العوده القويه للشاعر ايمن بهجت قمر مع محمد حماقي في الاغنيه، ولا كان مش قد كده. ده اللي كان عندي النهارده. لو انت لسه جديد بتشوف اشترك وفعل زر الجرس، واعملوا لايك عشان كده في محتوى اللي قدامه اكتر واكتر. شارك كل مكان لكل اصحابكم، ما تنسوش. سلام.